همسة لقلبك. حياتك اللي بتعيشها ممكن قوي تكون مش على مزاجك ولا حاسس بيها. حياتك ممكن تكون كنت عايزها بشكل تاني، مش اللي انت فيه دلوقتي. الناس اللي معاك ممكن يكونوا مش فاهمينك ولا عارفين يفهموك، وساعات بيبقوا مش عايزين يفهموك اصلا. وفجأة وفي وسط العتمة طلعت شمس النهار ونورت دنيتنا، ودخل في حياتنا ناس بقوا جزء اساسي في حياتنا، مش كمالة عدد، ده اساسي كده في حياتنا. لما يعدي وقت ومش بنكلمهم او نطمن عليهم نحس اننا مش مرتاحين، وبندور عليهم ونقول راحوا فين. ولما يكلمونا الفرحة بتبان حتى في نبرة صوتنا، بتبان في نبرة صوتنا واحنا بنكلمهم. اصل الفرحة دي بتبقى من جوانا، فبتطلع بسرعة في صوتنا وحتى في شكلنا قدام المراية. الحياة ازاي تتعاش؟ الحياة ازاي تتعاش من غير ناس يكونوا في حياتك امان وحب؟ ناس بيتمنوا لك السعادة والنجاح، ناس هم السعادة نفسها متجسمة فيهم. الناس دي لازم تتمسك بيهم، لانهم فعلا صمام امان ليك. الامان الحقيقي اللي بتلاقيه اوعى اوعى في يوم تفرط فيه. الامان اللي بتحس بيه وانت مع حد وتبقى كده مطمن ومرتاح نفسيا، اعرف انك لقيت احسن حاجة في الدنيا. في ناس في حياتنا بيدونا الامان بمجرد ما اتكلمنا معاهم، ويحسسونا اننا غاليين قوي عليهم، ونفسهم يفرحونا. نفسهم يفرحونا ولو بكلمة تطمن قلوبنا. ولما بنحس بالامان بجد بنعرف ننام بسلام، بنعرف نعيش حياتنا واحنا مطمنين كده. علشان كده الناس دول بيبقوا هم الكون بالنسبة لينا. بتمنى أكون أمان للي حواليا، لأن الإحساس ده كفيل إنه يحسسنا بالراحة. الإحساس ده قد إيه مريح، تحس إنك مصدر أمان وحب لكل اللي حواليك، فيحسوا نفس الإحساس الجميل اللي أنا حاساه. تصور تصور إن في الدنيا في ناس مش حاسة بالأمان، حتى وهي في بيتها وبين أولادها وعلى أرضها. لما الواحد بيشوف ويصادف ويسمع عنهم قلبه والله بيتوجع عليهم. ربنا يرزقهم الأمان والاطمئنان والسعادة من عنده. ربنا يرزقنا جميعا أمان لا خوف بعده. ربنا يرحمنا ويحمينا ويبعد عننا أي حاجة ممكن تاخد مننا الأمان والراحة والحب. وربنا يرزقنا دايما بالناس اللي نحس معاهم بالأمان، لأن الأمان شيء لا يقدر بمال. وقول يا رب.